السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف الطريقة. هنجيب صينية مقاس 30 وهنجيب معلقة صغيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من الطحينة، وهنخلطهم مع بعض وندهن بيهم الصينية بالشكل ده. ودلوقتي هنجيب نص كيلو من سميد البسبوسة وهنحط عليه معلقتين كبار من جوز الهند وهنخلطهم كويس جدا مع بعض. وكمان هنحط معاهم رشة صغيرة من البيكنج باودر، منكترش لانها مش كيك. البسبوسة ما بتحتاجش بيكنج باودر كتير، حاجة بسيطة جدا. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وبكده نكون خلطنا كل المكونات الجافة مع بعضها. هنجيب بقى كوباية من السمنة الدافية وكوباية من اللبن الدافي. يلا وهقولكوا بقية المكونات دلوقتي. هنحط كوباية اللبن الدافي وعليها كوباية السمنة الدافية، وهنحط عليها كوباية وربع من السكر الأبيض، وهنخلطهم كويس جدا جدا مع بعض. أهم حاجة تكون نفس الكوباية اللي هنعاير بيها كل حاجة، نفس الكوباية اللي هنعاير بيها السمنة هي اللي هنعاير بيها السكر، هي اللي هنعاير بيها اللبن. هنخلط بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس لحد ما السكر يدوب خالص. وهو ده الشكل النهائي للخليط بعد ما خلاص السكر داب. هنبدأ نضيف ليه بقى السميد البسبوسة، وهنقلب بايدينا بقى، نقلب بالطريقة دي بالظبط. انا مش بعجن، انا بس بقلب الخليط في بعضه، بحاول ان أنا اخلط المواد السائلة مع المواد الجافة، مش اكتر من كده. مش بعجن ان البسبوسة مش بتتعجن. متحاوليش تقلبيها فترة طويلة، يا دوب بس المواد كلها تختلط مع بعضها، ونبدأ ننزل بيها على طول في قلب الصينية بالمنظر ده كده بالظبط. شوفوا بقى الخليط بيكون سايل ازاي، ما بيبقاش جامد ابدا. وهنبدأ بقى نخبط بالصينية كده حوالي 3 4 خبطات، علشان بس توزع كويس ويبقى فيها فتحات بس بسيطة كده. هو ده شكلها. هندخلها بقى فرن ساخن على درجة حرارة 200 حوالي نص ساعة او اكتر شوية. اول ما تحمر من الاطراف هطفي من تحت وهشغل الشواية من فوق عشان تاخد اللون الذهبي. ودلوقتي هنجهز الشربات بتاع البسبوسة. هنجيب 3 كوبايات من السكر، عليهم 3 كوبايات من المية، واول ما يغلوا على النار هننزل عليهم بعصرة نص ليمونة ومعلقة صغيرة من الفانيليا، وهنقلبه ونطفي عليه وبكده يكون جاهز. ودي شكل البسبوسة بعد ما خرجت من الفرن. دلوقتي هننزل عليها بالشربات بالمنظر ده بالظبط. لازم الشربات يكون سخن والبسبوسة تكون سخنة، وهننزل الشربات عليها. واول ما نحس ان الشربات خلاص البسبوسة شربته، لو حسينا ان احنا محتاجين نضيف شربات تاني هنضيف لحد ما خلاص يبقى بالمنظر ده كده. هنغطي عليها ونسيبها حوالي 10 دقايق علشان البسبوسة تبقى طرية كده وتتشرب الشربات بتاعها. وكده خلاص البسبوسة بتاعتنا بقت جاهزة خلاص. هنقطعها ونبدأ نقدمها بالشكل ده. اجمل بسبوسة ممكن تعمليها، مرملة جدا وطرية قوي قوي، وطعمها بجد تحفة واوفر بكتير جدا من اللي بتيجي من بره، وكمان اطعم قوي قوي قوي. يلا جربيها وقوليلي ايه رأيك في الكومنتات. بصي شكلها عامل ازاي، القطعة بجد حلوة جدا وطرية قوي قوي. شوفي السمك كمان حلو ازاي. الكمية دي نص كيلو من السميد بتعمل مقاس 30 صينية، مقاس 30. وبكده تكون وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم. يلا دوس لايك وشير واستنى رأيكم في الكومنتات. ولو لسه ما عملتوش متابعة لقناتي، يلا حالا اعملوا المتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.